جمعية التنمية الخيرية في لبنان فرع عكار، التجهيز لتوزيع السلع الخضار حسب طلب الأخوة في المخيمات. في مخيم كفر الفتوح نسأل الله أن يفرج عنهم. السلة عبارة عن 5 كيلو بطاطا، 2 كيلو لوبيا، 3 كيلو باذنجان، 3 كيلو خيار، كيس من البصل، و2 كيلو من البندورة، ويترافق معهم خروج كوجبة أساسيين. فنسأل الله أن يتقبل كل من ساهم بهذا المشروع. الآن عملية تجهيز لهذه السلع لتوزيعها بإذن الله على مخيمات اللجوء النازحين السوريين في منطقة كفر الفتوح. بعد حفظ الأغراض وصلنا ولله الحمد في الساعة 9 صباحا إلى المخيم لتوزيعه لكي يستثني الأخوة السوريين طبخ ما سنوزع عليهم: الخراريج والبصل والخيار والبندورة والباذنجان والفاصوليا. التنمية والبر الخيرية في لبنان فرع عكار بتوزيع هذه الحصص على اخواننا النازحين في المخيمات ومجمعات عكار، مخيمات النزوح. والحصة كناية عن 5 كيلو بطاطا، 3 كيلو خيار، 4 كيلو باذنجان، كيلوين بندوره وشوية البصل، وايضا فروج 2 كيلو يتم توزيعه على اخواننا النازحين في هذه المخيمات. نتبرع قليل من فعل الخير، نسأل الله أن يجزيهم عنا وعلى المسلمين كل خير، وبارك الله بهم وأخلف الله على من تبرع وساهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسوم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا ذي الحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسوم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا ذي الحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر. شو قامت فيه جمعية التنمية؟ برأيك أنت أنه كخضرة ودجاج أفضل من الحصة الغذائية بالوقت الحالي للناس؟ والله كله مليح، الله يجزيكم خير. يعني مبسوطين بهالمشروع؟ والله نعم كبير، الله يعطيكم العافية. الله يفرج عنكم إن شاء الله يجزيكم خير. الله يبارك فيك. الله يرفع جمعية التنمية. يعني برأيك هذا منيح مقابل الحصة الغذائية كمان؟ الله يعطيكم العافية شيخ. يعني مبسوطين الحمد لله. الحمد لله. بخير إن شاء الله. الله يفرج عنك. كويس يعني، وخاصة في تشكيل. يعني برأيك إن العائلة بتستفاد من المشروع هذا أفضل من الحصة الغذائية؟ كثير بكثير. نعم. الله يفرج عنك ويجزي الخير من تبرع. حسن عبد الرحيم العصمان.